مصر والولايات المتحدة تبحثان الاستعدادات لقمة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى مصر بعد ظهر الاثنين للقاء السيسي والمشاركة في حفل التوقيع مع بقية الضامنين للاتفاق. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاستعدادات لقمة زعماء العالم بشأن غزة التي ينظمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية المصرية. وسيرأس قمة شرم الشيخ السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. خلال اتصال هاتفي اليوم، ناقش عبد العاطي وروبيو التنسيق والتعاون الممتاز بين رئيسيهما، كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية وجهود إنهاء الحرب في قطاع غزة وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه مؤخرا. وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية متابعة الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع خلال المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أنه يبعث الأمل في نفوس شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني. وقال عبد العاطي إن حل القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود في المنطقة. وبحسب مصادر مطلعة في موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، فإن السيسي اتصل بالفعل بعدد من القادة الأوروبيين والعرب بدعوات لحضور القمة، ومن بينهم ممثلون عن إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا. وتمت دعوى جيورجيا ميلوني. كما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. وبدلا من ذلك، من غير المتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفقا لمسؤول أمريكي، سيصل الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل صباح الاثنين ويلقي خطابا أمام الكنيسة البرلمان الإسرائيلي، ثم يلتقي بعائلات الرهائن. بعد ظهر يوم الاثنين، سيتوجه ترامب إلى مصر للقاء السيسي وحضور حفل التوقيع، إلى جانب الدول الضامنة الأخرى لاتفاق السلام في غزة، مصر وقطر وتركيا. ومن المرجح أن يعقد اجتماع القادة صباح الثلاثاء، ولكن قد يقدم إلى يوم الاثنين وفقا لمصادر لموقع أكسيوس.